السلام عليكم. ديال الزعفران، وغنضيف نصف ملعقه ديال الهريسه ونصف ملعقه ديال القرفه، واحد الملعقه كبيره ديال السمن، وغندير الملحه غير شويه ماشي بزاف، ما كثرتش الملحه حيت السمن مالح، الحامض مصير حتى هو مالح، وهذوك المكعبات ديال الزعفران حتى هما فيهم الملحه. داكشي علاش تحاولوا ما امكن ما تكثروش الملحه بزاف في هاد الشرموله ديال الدجاج. حتى الدجاج كيف ما كتعرفوا حنا كنغسلوه بالملحه والحامض، يعني كيكون حتى هو مالح. اولا حاولوا تفاداو الملحه، ما ديروهاش في الاول حتى تذوقوا، يعني ملي كيبدا يطيب الدجاج تذوقوا عاد تشوفوا واش خاصه الملحه ولا لا. المهم انا هنا خديت الدجاج وبديت كنلبسو بهذيك التتبيله اولا بهذيك الشرموله كامل مزيان، هانتوما كيف ما كتشوفوا. صافي، وكنبقى ناخذ الدجاج وكنتقبو مزيان من الصدر ديالو، هانتوما كيف ما كتشوفوا، باش كتدخل فيه هذيك الشرموله ولا هذيك القامه مزيان مزيان وكيجي بنين. وكنبقى ندخل فيه هذيك الشرموله ولا هذيك القامه مزيان مزيان، هانتوما كيف ما كتشوفوا. كنديرها في الدجاج من داخل، في الجناب ديال الفخيدات هكا، وتحت الجلده ديال الصدر باش كيجي الدجاج بنين بزاف. هنا من بعد ما ساليت خديت الطنجره اللي غادي نطيب فيها الدجاج، درت فيها واحد الكميه ديال البصله، تقريبا هنايا واحد 3 البصلات كبار. صافي، وغادي نستف الدجاج في طنجره على هذا الشكل هذا، هانتوما كيف ما كتشوفوا. حطيته على الصدر ديالو حيت الصدر اللي كيشد شويه الطياب. وغادي ندير هذيك القامه ولا هذيك الشرموله اللي بقات ليا في الطبسيل، غادي ندير شويه ديال الماء باش غادي يتقلى ليا هذاك الدجاج. وهنا درت شويه ديال البسيبيسه وشويه ديال القعقله طحنتهم وغادي نضيفهم حتى هما للدجاج، كنت نسيتهم في الاول. صافي، وغادي نخلي الدجاج ديالي يتقلى مزيان مزيان. انا راه كنت كنقلي وكنقلبو حتى كياخذ هذاك اللون الصفر، عاد رديته على السر ديالو وكنبقى نحرك فيه هكا مزيان مزيان باش ما كيلصقش ليا هذاك السر، حيت ما كنتش دايره المرق الكافي باش يطيب الدجاج. صافي، هنايا درت المرق الكافي اللي غيطيب فيه الدجاج.